هنعمل مع بعض كفتة حلوة جدا وسهلة، وكمان بتعمل كمية حلوة من نص كيلو لحم مفروم. هنعمل الكفتة التحفة دي وهنعمل كل الكمية دي، فكمان حلوة جدا وكريسبي، وكمان هتغير فكرتكم جدا جدا عن اي كفتة جربتوها قبل كده. بجد هتعجبكم جدا وهتدعولي. وكمان طعمها حلو، وهنعرف كل التفاصيل عشان تكون معانا متماسكة. كمان نعرف ان ازاي ان الكفتة معانا بتكش وبتفك. ده كله هنعرفه مع بعض. كفتة حلوة جدا وريحتها بتكون جايبة اخر الشارع، كمان بتشرف في اي عزومة. ويلا نشوف عملناها ازاي مع بعض. اول حاجة عندي نص كيلو من اللحمة المفروم، وعندي هنا باكت من الفيجيتار الحار او الفيجيتار البارد لو ما بتحبوش الحاجة سبايسي. وعندي هنا حبتين من البصل، بشرتهم كويس جدا وصفيتهم من المية. ربع كوباية من الخضرة بقدونس او كزبرة، نص كوباية من البقسماط السادة، ومعلقة من الزيت وحبة من البيض، ومن كل حاجة نص معلقة صغيرة فلفل اسود وقرفة، وكمان كزبرة، 7 بهارات او بهارات اللحمة، وقرفة، ونص معلقة صغيرة من الملح. ونراعي ان الباكت معانا بيكون فيه توابل وملح. بعد كده عندي هنا خلطت كل المكونات مع بعض، ونزلت عندي خفقت هنا حبة البيض، ونزلت عندي بنص حبة البيض. بعد كده هنبدأ ان احنا نخلط في الاول كده كل المكونات مع اللحمة كويس جدا. وبعد كده نفضل نعجن اللحمة كويس جدا لحد لما تكون معانا عجينة متماسكة جدا. وبعد كده بنضيف هنا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، تخلي معانا الكفتة معانا هشة وما تكونش معانا مكتومة وتكون معانا مفرغة وكمان طعمها حلو. بعد كده عشان نعرف ان الكفتة معانا اتعجنت فترة كويسة، بناخد قطعة من اللحمة وبعد كده بنفتحها بالشكل ده. لما نشوف الخيوط الرفيعة زي ما شفناها في الفيديو كده، نعرف ان هي اتعجنت كويس جدا، وبالتالي مش هتفك معانا وهتفضل متماسكة زي ما احنا صبعنا الكفتة. بعد كده عندي هنا مية البصل اللي احنا خدناها من البصل، وبعد كده بندهن ايدينا من مية البصل، ونبدأ ان احنا ناخد قطعة من اللحمة ونبتدي ان احنا نصبعها على ايدينا من غير لا سيخ حديد ولا اي حاجة. ان احنا نشكلها بتتشكل معانا بكل سهولة. وبعد كده بنشكلها بالشكل ده وفي الحجم ده. وبعد كده نخلص كل الكمية لحد لما نعملها صوابع بالشكل ده كده. عندي هنا الكفتة، اهم حاجة ان احنا بناخد من البصل المية بتاعته تماما علشان الكفتة معانا ما تفكش، ونعجنها كويس جدا لحد لما تكون معانا الخيوط الرفيعة اللي احنا شفناها مع بعض في عجينة الكفتة. بعد كده لما خلصت كل كمية الكفتة بندخلها التلاجة لمدة 10 دقايق عشان تتماسك. ولما تتغلف بالكفر اللي احنا هنعمله، تفضل صابع الكفتة معايا واخد شكله اللي احنا شكلناه في الاول، ما يكونش معانا شكله مش متساوي ويكون شكله حلو في الاخر. بعد كده عندي كوبايه من الدقيق، ضفت لها معلقه من الملح والفلفل الاسود، خلطتها كويس جدا. بعد كده عندي باقي حبه البيض، بنخففها بشويه صغيرين من الميه او اللبن، وضفت على البيض ملح وفلفل اسود. وعندي هنا البقسماط الساده اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض، بنضيف له معلقه من الدقيق وبنستعمله في اي كفر احنا عايزينه، وضفت له ملح وفلفل اسود. بعد كده بناخد عندي هنا الكفته، وبعد كده بننزل فيها بالدقيق، انه نبدرها كويس جدا بالدقيق. بعد كده بننزل عندي في البيض، ونغلفها كويس جدا علشان لما ننزلها في البقسماط تبدأ ان هي تتماسك على صابع الكفتة بالشكل ده كده. بعد كده هنكمل كل الكمية لحد لما نخلص الكفتة اللي معانا بنفس الطريقة، دقيق بيض بقسماط. كمان لو انتم حابين ان احنا نعمل الكفتة دي كفتة اقتصادية من ربع كيلو لحمة مفروم، اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله اعملها لكم بطريقة سهلة جدا وهتعجبكم جدا جدا. بعد كده خلص كل الكمية اللي معانا، وده كل الكمية من نص كيلو لحم مفروم واقل كمان، بيعمل كمية حلوة جدا. كمان لو احنا حابين ان احنا نفرزها ونشيلها في الفريزر، نقدر ان احنا نعبيها في الاطباق اللي هي بتاع التلاجة، بنفرد طبقة من الكفتة، وبعد كده طبقة من الكيس البلاستيك، وطبقة من الكفتة ما بين كل طبقة والتانية من الكفتة.
كيس بلاستيك، وبعد كده بنقفلهم كويس جدا وندخله الفريزر. وفي اي وقت احنا مش فاضيين نعمل فيه اكل او احنا عايزين اكل على السريع كده، هنبدأ ان احنا نطلعه ونعملها بنفس الطريقة. بعد كده عندي هنا باقي كمية الدقيق والبقسماط. علشان ما نهدرش الكمية بنبتدي نخلطهم مع بعض كويس جدا ونعبيه في برطمان او كيس بلاستيك وندخله التلاجة، علشان لما نيجي نستعمله في اي وصفة تانية يبدأ ان يكون معانا البقسماط جاهز، وكمان ما نهدرش كمية البقسماط، وكمان ينفعنا في اي وقت احنا عايزين بقسماط. بعد كده لما بنخلص الكفتة وبنغلفها كويس جدا بالكفر الدقيق والبيض بقسماط، بندخلها الفريزر لمدة 10 دقايق بحيث ان هي تتماسك، او التلاجة لمدة ربع ساعة عشان تبدأ ان هي تتشمع وكمان تكون معانا متماسكة. بعد كده بكون انا محضرة زيت، بيكون زيت سخن على درجة حرارة عالية. وبعد لما الزيت معانا بيسخن كويس جدا بنهدي النار شوية على النار متوسطة، علشان لما احنا ننزل بالكفتة تبدأ ان هي تاخد صدمة، وبالتالي ان هي تبدأ ان هي تحتفظ بالصابع الكفتة زي ما احنا عاملينه، وكمان الكفر البقسماط يفضل متماسك عليها وما تفكش معانا في الزيت ده كله. بعد كده لما بنهدي النار بنهديها علشان اللحمة معانا تبدأ ان هي تكون مستوية معايا وتكون ناضجة وتكون طعمها حلو بالشكل ده. نفضل نكمل كل الكمية زيت سخن على درجة حرارة متوسطة، وبيكون معانا صابع الكفتة بالشكل ده. حلوة جدا كمان، هشة ومش مكتومة ومفرغة وطعمها تحفة جدا. هتغير فكرتكم تماما عن اي كفتة جربتها قبل كده. كمان تنفع في اي عزومة، ورمضان داخل علينا فبالتالي هتنفعنا جدا في فطار رمضان. وحلوة جدا جدا، ومن نص كيلو لحمة مفرومة عملنا الكمية الحلوة دي، طعمها حلو جدا وهي هتعجبكم جدا جدا. كمان عملت معاها سلطة دقوس، حاجة كده تحفة غير السلطة الطحينة، حاجة كده بتفتح النفس وتكون طعمها حلو كده مع سنة سبايسي. ان شاء الله نزل لكم الفيديو بالغدا كامل، ولكن حبيت اعمل معاكم الكفتة عشان فيها تفاصيل كتير والفيديو معانا ما يطولش عن كده. ومعانا الكفتة بالشكل ده. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتجربوا الكفتة دي وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وهتعجبكم جدا وهتشرفكم في اي عزومة، واي حد هيدوقها هيقولك على طريقتها. وحاجة حلوة جدا بتنفع في العزومات. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، عملنا فيه الكفتة. انا بسميها كده كباب كفتة او كفتة كباب، اي حاجة، وطعمها حلو جدا. فجربوها تعجبكم جدا، واشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة. كنت معاكم منار محمود، مع الف سلامة حبايب قلبي.